زكريا نايم وبتيجي فريدة وتصحيه. زكريا، يا زكريا اصحى يلا بقى. ايه بس يا فريدة، ما تسيبيني نايم شوية كمان. والله انا لو عليا اسيبك تنام زي ما انت عايز، بس الرائد حسام كان على التليفون وبلغني اقولك انه عايزك ضروري جدا. دي اكيد جريمة جديدة. فعلا، والمرة دي في مكان غريب جدا. وفين بقى المكان الغريب جدا ده؟ مستشفى الامراض النفسية والعصبية اللي في المعمورة. جريمة في مستشفى المعمورة؟ استر يا رب. وزكريا بينزل من بيته وبيروح لمستشفى المعمورة واللي كانت للطب النفسي، وبيدخل المستشفى وكل حاجة طبيعية، وبيتصل بحسام ويقول له: ايوه يا حسام، انت فين بالظبط يا ابني؟ موجودين يا فندم في عنبر جيم. وفين عنبر جيم ده كمان؟ طب استنى كده، في حد شكله بيقول انه شغال هنا. اقفل انت دلوقتي وانا دقيقة وهكون عندك. وزكريا بيشاور لعامل في المستشفى وعرف كده من لبسه. بقولك ايه، هو عنبر جيم ده الاقيه فين؟ هو ده يا استاذ، اللي في وشك على طول. طيب يا سيدي، متشكرين. وكان زكريا لسه هيمشي، لكن العامل وقفه لما سأله: هو انت جاي تزور حد هنا محجوز في العنبر ده؟ وبتسأل ليه؟ اصل في عوق كبير في المستشفى، وبالذات في مبنى العنبر ده. ما انا جاي مخصوص عشان العوق ده. يا عوض خدامك عوض يا باشا. حضرتك شرطة مش كده برضو؟ ايوه مظبوط، انا المقدم زكريا الرفاعي، مباحث. انت بقى شغال ايه يا عوض؟ انا شغال تمرجي هنا. طب وايه بقى اللي تعرفه عن العوق ده؟ كل اللي اعرفه يا باشا ان النشوة القتيلة دي لازم نهايتها تكون سودة زي عمايلها. وليه بقى يا عوض؟ كانت بتعمل ايه علشان لازم تكون نهايتها كده؟ كانت بتسلف بالفايز يا باشا، يعني تدي الجنيه يترد لها 3 جنيه، ولا كان بيهمها اننا زمايل ولا بتعمل اعتبار لحرمانية حاجة زي دي. ده انت معبي منها جامد. مش انا بس يا باشا، كل واحد هنا كانت سيئاه ظروف السودة انه يضطر ويستلف منها قرشين. ويا ترى دول كتير؟ انا معرفش قد ايه يا باشا، بس اكيد صفية الممرضة تعرف، اصلها صاحبتها ودايما بتبقى معاها في نبطشية بتاعتها. ماشي يا عوض، بس اعمل حسابك اننا هنتقابل تاني. وبيمشي زكريا ناحية العنبر جيم، وكان حسام مستنيه وبياخده معاه لأوضة من أوض الممرضات. كان فيها سريرين ودولاب صاج من ضرفتين وكومودينو بين السريرين. وبيقف زكريا وبيبص حواليه وبيلاقي مفيش أي حاجة غريبة، وكان كل حاجة في مكانها. بعدها بيبص لحسام وبيسأله: فين يا ابني الجثة؟ انت بتفرجني على المستشفى ولا ايه؟ وبيمشي حسام ناحية الدولاب ويفتحه. الجثة هي يا زكريا باشا، لقوها ملفوفة في الكوفرتة ومحطوطة كده في الدولاب، وكمان جسمها الصغير ده هو اللي ساعد الجاني انه يشيلها في الدولاب. هو الدكتور حسن فين؟ وفي نفس الوقت بيجي حسن من وراه ويقول: انا اهو يا سيدي، جيت مسافة ما بلغوني على طول، يعني ما تأخرتش ولا حاجة. طيب يا سيدي، ابتدي شغلك، خلينا نخلص ونمشي من هنا. انت خايف ولا ايه يا سيادة المقدم؟ ابتدي شغلك يا ظريف. هي دي الجثة اللي جوه الدولاب؟ ايوه هي. حسام، فريق البحث الجنائي رفعوا البصمات وخلصوا شغلهم من هنا. يعني انت كمان لسه واصل وبيتكلم؟ ركز في شغلك يا دكتور احسن. ما ترد يا حسام، البحث الجنائي خلص ولا لسه؟ ايوه يا فندم خلص. وتحرياتك يا حسام بدأت ووصلت لفين؟ وقبل اي حاجة، مين اللي اكتشف الجثة واكتشفها ازاي؟ في الحقيقة يا فندم انا لسه واصل قبل سيادتك على طول. وبيضحك الدكتور حسن وزكريا بيتكلم وهو متغاظ. شوف لي مين اللي اكتشف الجثة. امرك يا فندم. القضية دي باينة من اولها، ربنا يستر وتخلص على خير.
أول مرة أشوفك قلقان من قضية أو من مكان الحادث. هو مش قلق على قد ما هو حرص، بس المكان فعلا مش مريح نفسيا. يا ابني دي مستشفى للطب النفسي، يعني لو نفسيتك مش مرتاحة في بدل الدكتور في 10 يريحوك. لا يا سيد الله الغني، انا هرتاح بمجرد ما اخرج من هنا. زكريا باشا، ايه يا حسام، وصلت لايه؟ اللي اكتشف الجثة صفية، وهي ممرضة هنا وصاحبة المجني عليها. وهي فين صفية دي؟ بعد اكتشافها للجثة تعبت وجالها صدمة عصبية، واخدت مهدئ ولسه بتبدأ تفوق دلوقتي، بس مستعدة للاستجواب يا فندم. طب ما تدخلها يا ابني، خلينا نخلص. وبتدخل صفية ودموعها على وشها. كانت ست في الأربعينات كده، وكانت قصيرة نوعا ما. تعالي يا صفية، شد حيلك كده وعايزك تجمدي علشان نمسك اللي عمل كده في صاحبتك. أهو النبي يا بيه، انت ما تعرفش نشوة دي كانت عندي عاملة ازاي. دي حبيبتي واكتر من اختي، منه لله اللي عمل فيها كده، ربنا ينتقم منه اشد انتقام. دي ما تستاهلش كده والله. غريبة يعني، مع اني عرفت انها بتسلف وبتاخد ربع على الفلوس. دي كانت بتفك زنقة، يعني هي دي جزاتها. دي ما كانتش تستحمل تشوف حد مزنوق في فلوس، واي حد يقصدها ما كانتش ترد مكسور الخاطر ابدا. يا صفية سؤالي واضح، كانت بتسلف بالربا؟ ومين اللي كان ليها عنده فلوس وما دفعهاش؟ ومن غير لف ودوران، انا عارف انك تعرفي كل حاجة عنها. ايوه يا سعادة البيه، بس كانت نيتها خير والله. من غير الدخول في نواياها، مين كان عليه مبلغ كبير وما كانش قادر يدفعه؟ هما 2 ستات و2 رجالة، اللي المبلغ بتاعهم كان كبير ومحدش فيهم قادر يدفعه. ومين بقى الأربعة دول؟ سعاد ممرضة معانا، وكريمة تمرجية هنا في العنبر، وعوض واسماعيل تمرجية في عنبر الرجالة. قوليلي بقى، اكتشفت الجثة ازاي؟ انا ونشوى الله يرحمها كان عندنا شفت الليل، يعني بنبات يا باشا، وكنا متفقين اننا بعد الشغل نروح مصلحة كده. مصلحة ايه دي والمين؟ كان في حتة ارض نشوى كانت عايزة تشتريها، واتفقنا مع السمسار انه قابلها بعد الشغل، وعشان كده اتفقنا اننا نتأخر في المرواح، واللي هيجوا مكاننا هم كمان يتأخروا في الحضور، وكل ده كان بعلم الرئيسة. الرئيسة؟ ودي تبقى مين؟ الرئيسة بتاعتنا، رئيسة الممرضات. تمام، كملي يا صفية وبعدين. المهم احنا ظبطنا كل المواعيد على اساس اننا نخرج على ميعاد السمسار، ومرة واحدة نشوى اختفت، والكلام ده حصل على الساعة 3 بعد نص الليل. فضلت ادور عليها بس لا حس ولا خبر، وقعدت ارن عليها وما كانتش بترد عليا، والبنات اللي هتيجي تستلم مكاننا كانوا خلاص على وصول. قلت يبقى اكيد روحت من غير ما تقول لحد، اصل نشوى ليها دلال على الرئيسة، اكمنها يعني بتصهين شوية على ميعاد دفع الفلوس بتاعتها. المهم قلت اغير هدومي وبفتح الدولاب لقيتها كده في وشي، وبعدها ما حسيتش بنفسي. بتشكي في حد معين يكون عمل فيها كده؟ الظلم حرام يا بيه، انا ما اقدرش اتهم حد ممكن يطلع مظلوم. ماشي يا صفية، خرج انت دلوقتي، ولما نعوزك هبعتلك. تفتكر يا فندم تعرف حاجة غير اللي هي قالته؟ ده اكيد طبعا، وهو من امتى اي حد بيقول كل اللي عنده يا حسام؟ لازم الضغط على اي حد علشان يقول كل اللي عنده، ومع ذلك هتلاقيه مخبي حاجة في سره، يا اما خوف من حاجة او حد، او خوف على حد معين. المهم دلوقتي الدكتور حسن يقول لنا ايه الاخبار. الأخبار يا سيدي بتقول من الكشف المبدئي والظاهر قدامي إنها ماتت نتيجة نقص الأكسجين، وهو ده اللي أدى لموتها. يعني ماتت مخنوقة؟ بالظبط كده. طيب تقدر تقول لي ايه الأداة اللي استخدمها القاتل؟ يعني خنقها بإيده، ولا لف حبل على رقبتها، ولا حط راسها في كيس بلاستيك ومنع عنها الأكسجين؟ الكشف الظاهري بيقول إن القاتل استخدم إيده بالضغط على القصبة الهوائية، وده أدى لعدم سماح الأكسجين بالمرور وتوفت. بيتهيالي إن الفاعل لازم يكون على قدر كبير من القوة علشان يخنقها ويشيلها كده، وكمان يشيلها في الدولاب. مش شرط يا حسام، بالنظر لحجم وجسم المجني عليها الصغير
وده أكيد ساعد كتير الجاني. يعني أي حد أطول أو أعرض منها ممكن إنه يخنقها ويشيلها كمان. معنى كده إن الجاني مش شرط يكون راجل، يعني ممكن جدا تكون واحدة ست. بالظبط كده. يعني نستبعد صفية؟ نستبعدها ليه؟ هي ممكن تكون قصيرة فعلا، بس بتتمتع بقوة جسمانية لا بأس بيها. على العموم لسه بدري علشان نقدر نستبعد حد أو نتهم حد معين. كلهم بالنسبة لي دلوقتي مشتبه فيهم، وده لحد ما نوصل لدليل قوي وهو اللي هيوصلنا للقاتل الحقيقي. تحب حضرتك تحقق مع مين فيهم الأول؟ هاتلي الرئيسة بتاعتهم. أمرك يا فندم. وبتدخل الرئيسة بتاعتهم واللي كان اسمها سيدة. انت رئيسة الممرضات مش كده؟ أيوة يا باشا، اسمي سيدة عبد الظاهر، 57 سنة. ايه اللي تعرفيه عن جريمة قتل نشوى؟ أنا معرفش أي حاجة عن اللي حصلت دي. كل اللي أعرفه إنها جات لي هي وصفية وقالوا لي إنهم عايزين يغيروا مواعيد الشفت، وإنهم اتفقوا كمان مع سعد وأسماء الممرضات اللي قصادهم وهم راضيين، وأنا وافقت. انت كنت موجودة في شفت الليل؟ لا، أنا جيت الصبح، ولما سألت صفية على نشوى دارت عليها وقالت لي إنها بتمر في العنبر. ايه اللي تعرفيه عن معاملات نشوى مع زمايلها؟ اللي أعرفه كل اللي هنا يعرفوه إنها بتسلف فلوس بالربا، وطبعا بيمضوا على إيصالات أمانة وبتهدد بيها اللي بيتأخر في الدفع. طيب حصل وخدت منها فلوس قبل كده؟ أيوة حصل، بس أنا صممت إن المبلغ اللي هاخده هو اللي هسدده، لا أكتر ولا أقل، وفهمتها إني لا يمكن أتعامل بالربا تحت أي ظرف من الظروف. يعني انت الوحيدة اللي ما كانتش بتعمل كده معاها؟ طيب تفتكري ليه يعني؟ أنا معرفش إذا كنت أنا الوحيدة ولا في حد غيري. هو العنبر ده نوعية المحجوزين فيه ايه؟ يعني مثلا مرضى خطيرين ولا أمراض نفسية عادية زي الاكتئاب مثلا؟ العنبر ده لا كده ولا كده يا فندم، العنبر ده لعلاج الإدمان. تمام. في أي معلومات عندك انت ما قلتهاش؟ لا يا باشا، أنا قلت كل اللي عندي. طب اتفضلي انت دلوقتي. يعني اللي بيتعالجوا مدمنين؟ يعني لا عندهم أمراض نفسية ولا عقلية؟ دخلي عوض يا حسام. ازيك يا عوض؟ لا انا زعلان منك قوي. ليه بس يا باشا؟ أنا عملت إيه زعل سعادتك؟ يعني ما قلتليش لما قابلتك انك واخد فلوس من نشوى الله يرحمها والمبلغ كان كبير ومش عارف تسده؟ لا يا باشا، أنا ما أقصدش أخبي على سعادتك. أنا قلت لك إن الظروف ساقتني لسكتها وده كان غصب عني. والظروف دي كانت ايه يا عوض؟ يعني اخدت فلوس من نشوى ليه؟ كانت مراتي بتولد ومحتاجة العملية قيصرية، ودي بتحتاج فلوس كتير، ده غير بقى لوازم السبوع يا باشا. أنا عارف إنك هتقولي إن ما كانش له لازمة أعمل سبوع مادام الحال كده، بس كان أول مولود يا باشا ومرضتش أكسر بخاطر مراتي بصراحة، فاضطريت أخد فلوس بقى من الله يرحمها ومعرفتش أردها في ميعادها، وبقت تزود عليا فايدة فوق أختها لحد المبلغ ما بقى 1.5 يا سعادة البيت. نشوى كانت واخدة عليكم ضمانات مش كده؟ أيوة طبعا يا باشا، وكل ما يجي الميعاد وما يحصلش وأسدد الفلوس كانت بتمضين على وصل أمانة جديد بمبلغ تاني لحد ما بقى عليا 5 وصولات. وانت كنت ناوي تسدد المبلغ اللي عليك ازاي وامتى؟ والله لغاية امبارح بالليل ما كنتش عارف هعمل ايه، لحد ما حكيت الحكاية كلها لخال مراتي، وهو الله يكرمه قال اني لازم اتصرف في اي مبلغ وهو هيكمله. وفعلا لما اتكلمت مع مراتي قالت لي انها هتبيع السلسلة اللي في رقبتها وهتروح لخالها تاخد منه المبلغ اللي فاضل، يعني بالكتير بكرة كنت هديها الفلوس واخد منها الوصولات. طيب ما عملتش كده ليه من الاول؟ ليه ما اخدت سلسلة مراتك وبعتها او رحت لخالها تاخد منه بدل ما تاخد يعني فلوس من نشوى بالربا؟ ما هو مش سهلة يعني يا باشا ان اروح لمراتي واقول لها هاتي حتة الدهب الوحيدة اللي عندك عشان ابيعها، ولا سهلة اني امد ايدي لحد من اهل مراتي، بس اعمل ايه؟ الحوجة وحشة، ربنا ما يكتبها عليك يا رب. انا قلت اخد الفلوس من نشوى وربنا يقدرني واردها من غير ما مراتي تبيع السلسلة. ويا ترى يا عوض بلغت نشوى بالكلام ده
وقلت لها انك هتسدد الفلوس كلها بكرة؟ أول ما جيت الصبح سألت عليها وعرفت إنها كانت موجودة من النبطشية بتاعت الليل، لكن محدش عارف هي فين لحد صفية ما لقيتها ميتة. يعني ملحقتش تقول لها على اللي انت ناوي عليه؟ بالظبط كده يا باشا. طيب واسماعيل زميلك، ايه اللي تعرفه عن الفلوس اللي خدها من نشوة؟ كل واحد وله ظروفه يا بيه، واسماعيل ده أغلب من الغلب نفسه، وفي رقبته قرطة عيال غير أمهم، ده عنده 7 عيال يا باشا، وفوقيهم كمان أخته المطلقة وعيالها ال3. والله يا باشا حاله يصعب عليك، ولو الواحد كان معاه ويقدر على حاجة ما كنتش سبته وساعدت معاه بأي شيء، بس هقول ايه، العين بصيرة والإيد قصيرة. ماشي يا عوض، اتفضل انت وقول لزميلك اسماعيل اللي واقف بره يدخل. أمرك يا باشا. وبيدخل اسماعيل وهو مرتبك وقلقان، والتوتر كان باين عليه. ازيك يا اسماعيل؟ نحمده يا بيه. ايه بقى اللي تعرفه عن قتل نشوة؟ والله العظيم يا باشا انا ما اعرف حاجة، انا جيت الصبح عادي، بعد كده على الظهر سمعت باللي حصل للست نشوة الممرضة. والله يا باشا انا ما عملت حاجة. طب وهو انا قلت انك عملت حاجة يا ابني؟ انا بسألك ايه اللي انت تعرفه وانت بتقول انك ما تعرفش حاجة، الكلام ده صح؟ ايوه يا باشا صح، احلف لك كمان على المصحف اني ولا اعرف حاجة ولا عملت حاجة. يا بيه انا راجل غلبان ماشي جنب الحيط، ده انا لو طول امشي جوه الحيط كمان هعملها. يا باشا ده احنا لو كنا لقمة حاف بنحمد ونشكر ربنا عليها، كمان بنقول دمها نعمة واحفظها من الزوال. برضه انت مصر ان انا بتهمك بحاجة؟ انا مش عايزك تخاف، الا لو كنت انت اللي عملتها وقتلت نشوة علشان تهرب من الفلوس اللي عليك. انا يا باشا اكون عملت كده؟ ده انا ما بقدرش اشوف فرخة بتتذبح قدامي او ما اقتل واحدة ست. طب ازاي بس؟ عشان اهرب من الفلوس اللي عليا اقتل واخد اعدام؟ طب اسيب جوم اللحم اللي في رقبتي فين ده؟ ده انا لو ما خفتش على نفسي اخاف عليهم هما. دول 7 عيال غير العيال اختي ال3 اللي من ساعة ما اتطلقت وهي متعلقة في رقبتي هي وعيالها. يعني انت كنت بتاخد الفلوس من نشوة علشان تصرفها على عيالك وعيال اختك؟ ايوه يا باشا، ويا ريته كان نافع، ده انا عامل زي اللي بيحط سكر في بحر مالح، كمان مستني طعمه يحلو عشان يشرب منه. طيب وانت كنت ناوي ترد الفلوس ازاي لنشوة؟ والله يا باشا انا طول الوقت بجيبها شمال وبجيبها يمين ولا عارف حلها، ربك يديرها من عنده، احنا ملناش غيره، هو العالم بحالنا. ماشي يا اسماعيل، روح انت دلوقتي. التحريات يا فندم بتبعد تماما عوض واسماعيل عن مسرح الجريمة، وخصوصا ان هما شغالين في عنبر الرجال، وكمان الاتنين جم الصبح، يعني بعد ما الجريمة تمت بأكتر من 5 ساعات. مش شرط يا حسام، ممكن قوي اي حد فيهم يجي ويرتكب جنايته ويخرج من المستشفى عادي، وخصوصا انهم شغالين هنا، يعني محدش هيشك في وجود اي حد فيهم. ولو على ان ده عنبر ستات فالعنبر متقسم ألف وب، واحد للسيدات والتاني للرجالة، معنى ده ان الاتنين في عنبر واحد، يعني محدش يقدر يشك في اي حد فيهم. انتوا فاهمين قصدي؟ اهو دكتور الميتين قالك على اللي فيها، احنا هنكمل تحقيق مع باقي المشتبه فيهم، فاضل سعاد وكريمة، خلينا نخلص من المكان ده. الله يرضى عليك يا حسام. أمرك يا فندم. على فكرة توترك من المكان هنا غير مبرر بالمرة يا سيادة المقدم، واضح ان ليك تجربة مش لطيفة حصلت هنا او في مكان مشابه لده. ايه يا دوك، انت هتسيب الميتين وتتجه للطب النفسي، ولا المكان أثر عليك وحبيت تعيش الدور؟ ولما تحب تعيشه عليا انا؟ ده حتى عيب عليك والله، ده انا الانتيم يا دكتور الميتين. ولو هعرف برضو يا ظابط المقتولين، وعشان انت الانتيم ابقى قابلني. بقولك ايه يا حسن، انت مش هتبتدي في كتابة التقرير؟ هروح دلوقتي على المشرحة والتقرير هيوصل لك على المكتب. تمام يا ابو علي، ولو التقرير خلص وانا لسه ما وصلتش المكتب تتصل بيا وانا هخلي حد يجيبهولي.
ليه، هو انا السكرتير بتاعك؟ ابقى سيب انت خبر في مكتبك. ماشي يا حسن، ليك رؤى. وبيخرج حسن من المستشفى وبيروح للمشرحة. سعاد وكريمة موجودين يا حسام؟ ايوه يا فندم، مستنيين بره. تحب مين الاول؟ دخل سعاد الأول. تمام يا فندم. وبتدخل سعاد اللي كانت طويلة وجسمها مليان. سعاد، انت علاقتك بالمجني عليها كانت عاملة ازاي؟ عادية جدا يا باشا، يعني ما كناش اصحاب ولا بنكره بعض، كنا زملاء مش اكتر ولا اقل. انت كنت واخدة من نشوة مبلغ كبير مش كده؟ ايوه حصل، بس للأسف المبلغ كبر اكتر واكتر في كل مرة مش بقدر ادفع فيها. هو انت كنت واخدة المبلغ ده ليه؟ ابني كان تعبان قوي وكان لازم اعمل له عملية باقصى سرعة. كان ماله؟ ايه سبب تعبه؟ كان قلبه وجعه يا بيه، وكان على قائمة الانتظار في مستشفى الجامعة اللي هي المستشفى الميري. المهم الدكتور قال لازم نلحقه بالعملية، ولو استنينا دوره في قائمة الانتظار هيروح مننا وهخسره للأبد. وعلشان كده أخدت منها مبلغ على أساس إن هرده لها كمان شهر، وللأسف ما قدرتش أرده في الميعاد، فرفعت الفايدة بتاعته للنص، يعني خلت المبلغ الأصلي بقى مرتين، وكل مرة بتدي ميعاد مش بقدر أسدد فيه كانت بترفع قيمة الفايدة بتاعته. وابنك دلوقتي أخباره ايه؟ ابن الله يرحمه راح للي خلقه، ما استحملش ومات بعد العملية بيوم واحد. البقاء لله، ربنا يرحمه. وكأن فلوسها دي خراب على كل اللي بياخدها. مفيش حد خد منها فلوس إلا وحصلت وراها مصيبة لكل واحد مننا. ليه يعني؟ تعرفي مين خد منها فلوس وحصلت له حاجة؟ زي مثلا اسماعيل التمرجي بتاع قسم الرجالة، مهما ياخد منها فلوس مش بيبان عليه، ده بالعكس بيفقر أكتر وأكتر. بس اسماعيل اللي عمل في نفسه عاملة محدش بيعملها في الأيام دي. هو في حد بيخلف 7 أطفال وبعد كده يقول مش عارف أأكلهم؟ يعني من الآخر هو اللي جابه لنفسه. المهم، ومين تاني؟ وكريمة الغلبانة خدت منها فلوس علشان تجوز بنتها، وبنتها يا عيني من ساعة ما اتجوزت وهي في مشاكل ليل نهار مع جوزها وأهله. وإيه ذنب نشوة وفلوسها في اللي بيحصل معاكم؟ مستني إيه يا باشا من فلوس حرام؟ فلوس جاية من الربا. ومادام انت عارفة كده كويس، ايه اللي خلاكي تاخدي منها فلوس؟ أصلك مش عارف نشوة وطريقتها، عاملة زي موج البحر بتسحبك جواه من غير ما تحس. بتعرف ازاي تضغط على المحتاج وقت اللزوم، والمحتاج ده زي الغرقان اللي بيدور على أي حاجة تنجده من الغرق. ونشوة بقى بتظهر وقتها وبتبقى هي القشة اللي بنتعلق بيها. واضح قوي انك ما كنتش بتحبيها، صح؟ أبقى كدابة يا باشا لو قلتلك غير كده. أنا فعلا ما بحبهاش، وكرهتها أكتر وأكتر لما فضلت ورايا علشان أخد منها فلوس العملية، الفلوس اللي كانت السبب في موت ابني. يعني لو جت فرصة قدامك انك تنتقمي منها هتقتليها؟ لو جات لي الفرصة مش هتردد لحظة واحدة، بس للأسف الفرصة دي ما جاتليش أنا، يعني مش أنا اللي قتلتها يا بيه. ولو كنت عملتها كنت هرتاح، صدقني كان نفسي أعملها بنفسي وبإيدي، يمكن النار اللي جوايا تهدى شوية. دي من جبروتها وهي بتعزني في ابني كانت بتفكرني بالفلوس اللي ليها عندي، بتقولي موت ابنك ملهوش دعوة بفلوسي، أنا عايزاها على داير مليم. الحاجة الوحيدة اللي كانت تشفي غليلي منها إن أخنقها بإيدي وأشوف روحها بتطلع، وتكون عينيها في عيني كده، وأكون آخر حاجة شافتها في حياتها. غريبة قوي، انت تقريبا بتوصفي الجريمة حصلت ازاي بالظبط. واضح انك نفذت انتقامك وزي ما خططت بالحرف. قصدك ايه يا باشا؟ أنا ما عملتش حاجة، والله العظيم ما قتلتها. كنت فين وقت الجريمة؟ أنا معرفش أساسا نشوة ماتت إمتى. كنت فين من أول الساعة 3 بعد نص الليل لحد ما ظهرت النهاردة في المستشفى؟ كنت في بيتي وعندي شهود،
جوزي وولادي. انا مضطر اتحفظ عليكي لحد ما اتاكد من حجه غيابك. بس انا بريئة يا بيه، انا ما قتلتهاش، والله العظيم ما قتلتها. حسام، اتحفظ على مدام سعاد واستدعي جوزها وولادها للتحقيق. وحسام بياخدها وبيتحفظ عليها في أوضة تانية، وبيقفل عليها بالمفتاح وبيسيب عسكري واقف على الباب، وبيرجع لزكريا تاني وبيبتدي معاه مناقشة القضية والجديد اللي وصله. دي تقريبا اعترفت على نفسها يا فندم، دي وصفت الجريمة واللي حصل مع المجني عليها. تفتكر يا حسام سعاد دي بالغباء اللي يخليها تعترف على نفسها من غير ما تحس؟ الغل ورغبة الانتقام الواضحة في صوتها، وهي شخصيا بتقول ممكن تعمل أي حاجة بس تنتقم، وزي ما هي قالت تشفي غليلها وتبرد نارها، وخصوصا إنها شايفة إن نشوى السبب في موت ابنها هي وفلوسها، وشايفة إنها فضلت وراها لحد ما أقنعتها تاخد الفلوس منها، وهي ما كانتش راضية في الأول لحد ما استسلمت وأخدت منها الفلوس. لازم نكمل التحقيق ونشوف هيودينا على فين. هاتلي كريمة التمرجية. تمام يا فندم. وبتدخل كريمة وكانت ست قصيرة وتخينة. ازيك يا كريمة؟ نحمد ربنا يا بيه. قوليلي يا كريمة، انت كنت واخدة فلوس كتير من نشوى؟ والله يا بيه اللي كتر المبلغ الفلوس اللي كانت حطها الله يرحمها بقى بالفايز، ده انا كنت بتحايل عليها عشان تنزل شوية من الفلوس دي، لكنها ما رضيتش ابدا وقالت لي دي فلوسي وانا بدورها زي التجارة. وطبعا انت ما كنتيش طايقاها بسبب كده، صح برضو ولا ايه؟ والله يا بيه انا طول عمري في حالي، لا كنت بحب حد ولا ما بحبش حد، الناس كلها زي بعض عندي، انا كل اللي ليا هنا هي لقمة العيش، لا عمري دورت على صاحبة ولا على عدو، ده احنا غلابة، كل اللي يهمنا نروح البيت بعد تعب يوم شغل طويل ونرتاح وسط ولادنا، وبنحمد ربنا على اللقمة اللي بيقسم لنا بيها، وطول ما في سقف يضلنا وباب يتقفل علينا ولقمة نسد بيها جوعنا هنعوز ايه تاني من الدنيا. انت خدت فلوس من نشوى علشان تجوزي بيها بنتك مش كده؟ ايوه يا بيه، وكانت جوازة الشم والندامة، والله الواطي طلعت ايده طويلة على البيت يهدوا ربنا، وعايز البيت تخدم امه واخواته البنات قاعدين وحاطين رجل على رجل وعايزين الرايح واللي جاي يتأمر عليها. مش بقولك يا بيه اننا غلابة قوي، وامه بدل ما تقول لابنها يتقي ربنا فيها بتقوي عليها وتقومه وتشجعه على ضربها واهانتها كمان. بس هنقول ايه غير حسبي الله ونعم الوكيل، احنا ملناش غير ربنا، هو المطلع وقادر على كل شيء. ونعم بالله. بس اكيد نفسك تنتقمي منها، على الاقل علشان الفلوس اللي كانت بتزودها عليكي. يا بيه انا لا ليا في انتقام ولا في الكلام ده خالص، وبعدين انا قبل ما اخد منها الفلوس وانا عارفه انها بتسلف بالفايز، وعارفه انها هتزود عليا فلوسها كل ما يجي الميعاد اللي محدده لو ما قدرتش ادفع لها. وبعدين انا لو عايزه انتقم ولو ليا حتى في الكلام ده ما انا كنت انتقمت من المفتري جوز بنتي، ما هو علشان عارف اني ملناش راجل يقف له وياخد حق بنتي منه سيء فيها ربنا يهده عنها. وانت ايه اللي مصبرك ومصبر بنتك عليه؟ ما تطلقيها وارتاحي انت وبنتك منه. يا ريت كان ينفع يا بيه، بنتي طلعت حبلة من اول اسبوع جواز، يعني اعمل ايه بقى؟ بالطريقة دي كنت هيتم العيل اللي جاي وابوه على وش الدنيا، وعشان هو واطي هو وعيلته كلها هيرموه ولا حد فيهم هيسأل فيه. طب قوليلي ايه اللي تعرفيه عن القتيلة؟ والله يا بيه ما اعرف غير اللي كل الناس تعرفه، يعني ان الست صفية دي تبقى اقرب واحدة ليها، وفي حاجة بس ما كانتش بتحصل غير لما الله يرحمها تبقى نبطشية ليل بس. حاجة زي ايه؟ كانت الله يرحمها بتتكلم كتير قوي مع الدكتور علاء، ويفضلوا ياخدوا ويدوا مع بعض كده في الكلام، يعني وشوية بشوفها بتاخد منه فلوس او هي بتديله فلوس، ده غير كمان بشوفهم بيدوا لبعض علب أدوية وحقن برضو، لكن ده مش بيحصل غير زي ما قلت لك كده نبطشية الليل وبس، لكن أي نبطشية تانية التعامل بينهم يبقى على القد، وأوقات كمان مش بيتعاملوا مع بعض خالص. وانت ما تعرفيش اللي كان بينهم؟
أنا قلت إنه أكيد بياخد منها هو كمان فلوس، لكن هي بس حكاية الأدوية اللي بتروح وتيجي بينهم دي اللي مش مفهومة. تمام يا كريمة، في حاجة تانية عايزة تقوليها؟ أيوة يا بيه، من كام يوم كده الدكتور علاء والله يرحمها شدوا سوا مع بعض في الكلام، وأول لما حسوا بيا قطموا الكلام مع بعض، ومعرفتش أي حاجة وربنا شاهد علي، وما سمعتش غير وهو بيقول لها انتي بتضحكي عليا يا نشوة، احنا اتفقنا النص بالنص، مش انا التلت وانتي التلتين. يعني ما تعرفيش كانوا بيتكلموا بالظبط عن ايه؟ تعدمني يا بيه لو كنت اعرف اي حاجة ودستها في عبي، يشهد ربنا اني قلتلك على كل اللي اعرفه. ماشي يا كريمة، تمام. روح انت دلوقتي وابقي تعالي لي مكتبي في المديرية، وانا هظبط جوز بنتك واخليه يمشي على الصراط المستقيم. وفي اي وقت لو عمل اي عوق معاكي ولا مع بنتك بلغيني بس وانا هعقله. ربنا يكبر بخاطرك يا بيه وينصرك على مين يعاديك ويعلي مراتبك كمان وكمان. وبتخرج كريمة وبيبدأ حسام الكلام. ومين علاء ده كمان؟ السؤال الصح يا بيه، ليه صفية ما جابتش سيرة علاء وهي بتتكلم معانا؟ على العموم تشوف لي علاء ده فين وتجيبهولي. أمرك يا فندم. وزكريا بيمسك تليفونه وبيتصل بحسن. ايه يا دكتور الميتين، يعني لا في حس ولا خبر منك، انا كده هزعل، مش هتلغيني بأي حاجة؟ ألغيك وتزعل؟ هو أنا ماليش لا شغلة ولا مشغلة غيرك أنت وقضاياك؟ طب بذمتك هو في أهم مني عندك؟ ده أنت الأنتيم يا أبو علي. مش بقولك أنت فاكر نفسك خطيبتي؟ وبرغم إني مش طايقك أساسا، بس هقولك على حاجة مهمة أوي. حاجة إيه يا ابني؟ ما تقول على طول، الله يخرب بيت الرخامة يا أخي. أنا لقيت ورقة المجني عليها كانت مخبياها في هدومها الداخلية. الورقة دي مكتوب فيها أسامي أدوية مخدرة، وتقريبا كلها نازلة جدول. طبعا انت عارف يعني ايه جدول، يعني مش هتتصرف من أي صيدلية إلا بروشتة من دكتور، ومنها أدوية وحقن ومهدئات. المهم كل اسم دواء مكتوب قصاده الكمية والسعر المطلوب فيها. ده غير كمان إن لقيت فلاشة كانت جوه الورقة وملفوفة بيها. المهم الفلاشة دي بقى أنا سبتها لمزاجك الخاص. في حاجة كمان أهم من اللي فات. حاجة ايه؟ ما تنطق يا ابني. إنك ما تتصلش بيا ولا اسمع صوتك، وتستنى التقرير لغاية ما يجيلك لحد عندك. مفهوم يا ضابط المقتولين؟ وقبل ما زكريا يرد كان حسن قفل السكة، وزكريا بيقول في نفسه يا دكتور الميتين لو بس طولك. وبيمسك التليفون من تاني وبيتصل بحسام. ايه الأخبار يا حسام؟ لقيت الدكتور علاء. لما سألت عليه عرفت انه اخد اجازة النهاردة لمدة 3 ايام، وقال ان سبب الاجازة دي حالة وفاة حصلت في العيلة عنده، وانا في طريق لبيته عشان اجيبه لسيادتك. تمام يا حسام، خليك انت في مهمتك، وانا هشوف حد تاني يروح للدكتور حسن ويجيب الورقة والفلاشة اللي لقاهم في هدوم المجني عليها. تمام يا فندم، بس لو تحب افوت على دكتور حسن الاول انا ممكن. لا يا حسام، خليك زي ما انت وانا هتصرف. تمام يا فندم، حاضر. وبيقفل زكريا وبيتصل بالمكتب بتاعه، واللي بيرد عليه العسكري فضل. ايوه يا فضل، انا المقدم زكريا. تمام يا فندم. تمام ايه يا ابني؟ انا لسه قلت حاجة؟ انا عارف ان اليوم ده مش هيعدي على خير. بقولك يا فضل، انت تعرف الدكتور حسن صح؟ ايوه يا باشا اعرفه كويس، الدكتور حسن ده حبيبي، ده من شوية شافني وقال لي ازيك يا فضل. وايه كمان يا فضل بيه؟ ما جابلكش كوباية ليمون؟ لا مؤاخذة يا بشوية. ايوه اعرفه. عايزك تروح له المشرحة وتقول له ان انا بعتك تجيب منه حاجات القتيلة. ليه كده يا بشوية؟ هو انا زعلتك في حاجة؟ اروح للمشرحة وكمان اخد حاجات القتيلة؟ ايوه يا فضل مزعلني، وهتجيب الحاجات دي وتجيلي على مستشفى المعمورة، فاهم؟ كمان يا باشا؟ لا ده كده كتير جو عليا،
مشرحة وحاجات جتيلة وكمان مستشفى المعمورة؟ هي امي دعت عليا النهاردة ولا؟ فاضل، الكلام ده يحصل في اقل من نص ساعة، والا انت عارف كويس انا هعمل ايه. فاهم ولا فهمك بمعرفتي؟ لا انا في عرضك يا زكريا باشا، هروح المشرحة واجيب حاجات الجتيلة وبعدها هجيلك على المستشفى طوالي. في حاجة تانية؟ في اقل من نص ساعة يا فضل. امرك يا بشوية. وبيقفل زكريا التليفون ويقول والله انا حاسس ان فضل ده تكفير ذنوب، ومش بعيد يكون تبع حسن ومسلطه عليا. وبعد شوية تليفون زكريا بيرن وكان حسام. ايه يا حسام عملت ايه؟ مفاجأة يا فندم. هو انا مش هخلص من شغل السسبنس بتاعكوا ده؟ ما تنطق يا ابني هتجيبولي شلل. الدكتور علاء لما رحت له البيت اكتشفت ان مفيش اي حالة وفاة حصلت عنده، وانه كمان كدب على اسرته وقال لهم انه انتقل لمستشفى تانية في القاهرة، وانه لازم يسافر دلوقتي علشان يستلم شغله الجديد. ولما تواصلت مع الكمان اللي في الطريق الصحراوي والزراعي عرفت حاجة مهمة حصلت من شوية. العربية بتاعته عملت حادثة على الطريق الزراعي، وكانت تقريبا مختفية ما بين الغيطان لحد ما تم اكتشافها من شوية صغيرين، وهو دلوقتي محجوز في المستشفى العام. حتى اهله لغاية دلوقتي محدش بلغهم بالحادثة. انا دلوقتي في المستشفى، ولما سألتهم عن حالته عرفت انها تقريبا مستقرة، وان الحادثة تسببت في كسور. طيب حاول على قد ما تقدر تخليهم يأخروا في تبليغ اهله بالحادثة لحد ما اجي. اعتبره حصل يا فندم. وزكريا وهو رايح المستشفى قابل فضل على الباب وخد منه الحاجات اللي معاه، وخد عربيته وطار على المستشفى العام. ايه الاخبار يا حسام؟ كله تمام يا فندم، ما حدش بلغ اهل علاء بالحادثة، وهو بعد ما فاق كان مصمم يخرج من المستشفى، لكن طبعا ما قدرش. اهم حاجة دلوقتي تتصرف لي في لابتوب، لازم اشوف اللي على الفلاشة قبل ما اتكلم معاه. كنت متوقع ده يا فندم. اتفضل معايا على مكتب مدير المستشفى، هو عنده خلفية بالموضوع. وحسام وزكريا بيروحوا لمكتب المدير، وزكريا استخدم اللابتوب بتاعه وشغل الفلاشة، ولقى عليها مكالمات بين نشوى وعلاء، وهم بيتفقوا على بيع أدوية مخدرة، وإن علاء اللي بيكتب الروشتات علشان تتصرف من الصيدلية، ده غير الأدوية اللي بيحاولوا يسرقوها من صيدلية المستشفى اللي شغالين فيها، وغير كمان اتفاقهم على تسريب أدوية مخدرة للمرضى اللي تحت إشرافهم الطبي. وزكريا وحسام فضلوا يبصوا لبعض ومش قادرين يستوعبوا إن ده دكتور ودي ممرضة. دول عصابة يا فندم. هم فعلا عصابة، بس ليهم على الأقل طرف تالت بيساعدهم. صفية؟ بالظبط كده. بس هنا في سؤال مهم، يا ترى مشتركة معاه في جريمة القتل ولا لأ؟ وإجابة السؤال ده عند الدكتور علاء. يلا بينا نروح له. وزكريا وحسام فعلا بيروحوا لعلاء. ألف سلامة عليك يا دكتور، مش تبقى تاخد بالك وانت بتهرب؟ بقى يا راجل في حد عايز يهرب من الشرطة يهرب على الطريق الزراعي كده؟ انت كنت بتفكر في ايه بالظبط؟ هو انا اهرب ليه ومن ايه؟ انا ما عملتش حاجة اساسا. وبعدين انتوا مين؟ وعايزين ايه مني بالظبط؟ احنا اللي كنت بتهرب منهم، احنا المباحث يا لول. وعشان تبقى عارفنا بالاسم، المقدم زكريا الرفاعي والرائد حسام العدلي. طب انتوا هنا ليه؟ وعايزين مني ايه؟ جايين نقبض عليك بتهمة قتل نشوى. انا ما قتلتهاش ولا جيت جنبها. انت متأكد يا دوك؟ ايوه طبعا متأكد، ازاي مش هبقى متأكد من حاجة زي دي؟ مش نشوى كانت مخبية في لاشاية كده صغيرة، بس انما ايه يا دكتور، كان عليها شوية تسجيلات فلة. تسجيلات؟ تسجيلات يا باشا؟ تسجيلات لكل المكالمات اللي كانت بينكم وانتوا بتتفقوا على بيع الأدوية المخدرة، وتقريبا الأدوية للمرضى اللي عندكم في المستشفى، ده غير سرقة الأدوية من صيدلية المستشفى، وحاجات كده من قلبك يحبها، حاجات هتوديك في 60 داهية. بس ما تقطعش يا حسام، قول ان شاء الله. التسجيلات دي مزورة، اكيد نشوى هي اللي مزوراها وعايزة تنتقم مني، علشان انا اللي اكتشفت انها بتسرق الأدوية
وكنت عايز ابلغ عنها. فبدل ما تبلغ عن شركتها في السرقة؟ ده ايه القرف اللي انتوا فيه ده؟ ده انتوا اسوأ من تجار المخدرات. الناس بتودي اهلها وتخليهم تحت ايديكم عشان تعالجوهم، وانتوا بدل ما تعالجوهم تدوهم السم بايديكم. الله يلعنكم. هي السبب، ايوه هي اللي كانت السبب. فضلت تزن عليا وتقول لي انها لسه دكتور صغير ومحتاج فلوس علشان اقدر اقف على رجلي، وان محدش هيلاحظ حاجه، وانها هتعرف تتصرف، وهي اللي هتبقى مسؤوله عن كل حاجه. ونجحت انها تجرني المصيبه دي، وكنت مستسلم لها، والفلوس كترت في ايدي وبقيت بصرف من غير حساب. وقتها بس حسيت اني قدرت اعوض سنين الكليه والتعليم. يمكن الموضوع ده كان صعب عليا في الاول، بس بعد كده بقى سهل. وكل ما الوقت بيعدي ضميري بيموت، وتقريبا انتهى خالص. لقيتها بعد كده طمعت في الفلوس. كنا متفقين ان الفلوس تبقى النص بالنص، لقيتها بقت تاخد التلتين وتديني التلت. ولما واجهتها قالت لي ان هي اللي بتعمل كل حاجه، وان هي اللي في وش المدفع، وان لو في اي حاجه اتكشفت هي اللي هتروح في داهيه. ولما قلت لها خلاص مش هشتغل معاها تاني، هددتني بالتسجيلات اللي انتوا لقيتوها. ما حسيتش بنفسي غير وانا بخنقها بايدي، وفتشت جيوبها ودلابها كله، بس ما لقيتش اي حاجه. علشان كانت مخبيهم في مكان لا يمكن يجي على بالك ابدا. في سؤال تاني، صفية كانت معاكوا في موضوع الأدوية ده؟ صفية صحيح كانت أقرب واحدة النشوة، بس أجبن من إنها تشترك في حاجة زي دي. صفية بتخاف من خيالها، بتخاف من أي حاجة أو أي حد. هي ممكن تكون عارفة اللي بيني وبين نشوة، بس عمرها ما اشتركت معانا في أي حاجة. حتى لما كنت بتفق مع نشوة في أي شيء كانت بتمشي وتختفي من قدامنا، سواء كنا في أوضتهم أو في أي مكان تاني في المستشفى. تمام يا علاء، اتحفظ عليه يا حسام، واخلي سبيل مدام سعاد. تمام يا فندم.